مرحبا. اليوم حبيت أعمل معاكم حلا مرة سهل وبارد، ويلا نشوف الطريقة سوا. في الخلاط حطيت مغلف دريم ويب ومغلف كريم كراميل، وأضفت عليها 6 حبات جبن كيري وعلبة قشطة، وخلطتهم سوا. عندي هنا بسكوت أوريو كسرتهم بالمقشطة بالحشوة تبعهم، يعني الحلا من كثر ما هو سهل يعني ما حنروح ننزل الحشوة الحال والبسكوت لحال، لا يعني خلاص كلها مع بعض كده حنكسرها وحنحطها في الخليط اللي عملناه قبل. وخلطنا هنا البسكوت مع الصوص الكريمي اللي عملناه. عندي هنا آيس كريم ساندويتش رصيتها في الصينية، والأفضل تكون الصينية مربعة، بس أنا استخدمت هذه لأنه أغلب اللي عندي مستطيلة. صبيت عليها الخليط مع البسكوت. طبعا عشان مقاس الصينية مستطيلة وما هي قائمة الزوايا حقتها، فاضطريت ان انا احط جزء من البسكوت تحت عشان اساويها الطبقة الاولى عشان اقدر احط الطبقة الثانية. لكن لو استخدمتوا الصينية مستطيلة او مربعة بزوايا قائمة حتكون عليكم سهلة في التعبئة وحتكون مرتبة اكتر. بعد كده حطيت عليها بسكوت الأوريو من فوق وصبيت عليها من صوص الشوكولاتة ودخلتها الفريزر مدة 2 ساعات. وصفة جدا سهلة ولذيذة، والحلا مرة سهل، مكوناته مرة حلوة، يعني ساندويتش الآيس كريم لحاله مرة لذيذ، فما بالكم مع الخلطة الكريمية اللي عملناها ومع بسكوت الأوريو زادها لذاذة. أتمنى يعجبكم الفيديو وتعجبكم الوصفة السهلة. لا تنسوا تعملوا لي لايك واشتراك وشير، ومع السلامة.